في كمان سؤال من الأستاذ شفيق محمد شفيق، بيسأل كل سنة وانتم بخير وعيد سعيد عليكم، ليه لحد دلوقتي الكابتن حسن شحاتة ما تعملوش عقد، وازاي بيتم صرف الرواتب؟ ده من كفر الشيخ وهو مقيم في الإمارات. انا ما اعرفش جاب الاخبار دي منين. يعني في عقد. طبعا الجهاز الفني متعاقد مع نادي الزمالك وبيهبط راتبه على الطرق الشرعيه جوه نادي الزمالك. ما اعرفش الخبر اللي ده. كان بيتقال انه الطرفين الكابتن حسن شحاتة واتحاد الكرة كل طرف منتظر الطرف الاخر ان اتحاد الكرة يجيب مدير فني والكابتن حسن شحاتة يتعاقد مع الزمالك عشان الشرط الجزائي اللي كان موجود في عقد الكابتن حسن مع منتخب مصر. الامور دي كلها اعتقد انها انتهت في اتحاد الكرة، وان كابتن حسن طبعا تولى المسؤوليه بصفه رسميه، وكل الامور الماديه يعني واخده مسارها الطبيعي. انا ما اعرفش برضه الكلام ده اللي بينشر ده بيجي منين. ما هو جميل ان حضرتك معانا عشان توضح. انا بتكلم بوضوح وبشفافيه. اصل لو في حاجه هنتكلم، هو الكابتن حسن شحاته ما هو نازل الملعب وبيدرب وبيخوض ماتشات وديه ومسافر المعسكر. ما هو لو هو في نقطه بقى خلاف او نقطه ان هو مع العقد ما انتهاش مع اتحاد الكره، طب ما اتحاد الكره ما كان ممكن يرجع على الكابتن حسن شحاته في الصوره دي، الصوره اللي هو موجود فيها دلوقتي حاليا في نادي الزمالك. هو ما بيدربش نادي الزمالك في السر ولا بيسافر في السر. لا يعني هو الناس بتتكلم على التوقيع الرسمي، وهو حتى العقد ده داخلي ما بين نادي الزمالك والكابتن حسن شحاته. مين يعني دي امور داخليه. الماجيك يعني. ابو بكر عايز يعرف اخبار محمد بركات. لسه محمد بركات مجبس ايديه عشان عنده شرخ في ايديه، ف صعب ان هو يلحق خالص اي مباريات في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. بالظبط. في ناس بقى بترد على بعض، يعني حد بيقول اخبار الاهلي ايه، فحد بيقول له 9-6 مع اسوان. احمد حلمي من السودان، اهلا بيك طبعا وبكل اهل السودان. بيقول كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك. بيشكر الاستاذ عصام الحسن على مجهوده في لمصلحه نادي الزمالك، وعايز يعرف راي حضرتك في المدير الفني للزمالك، وهل النادي قادر على الفوز ببطولات خارجيه؟ ده احمد حلمي من السودان. بص عايز اقول لحضرتك حاجه، الزمالك كسب الكابتن حسن شحاته زي ما الكابتن حسن شحاته كسب الزمالك. اعتقد لو نادي الزمالك عايز يتعاقد مع مدرب عالمي مش هيلاقي احسن من كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته التاريخ خلاص يعني قال كلمته في الكابتن حسن شحاته انه من احسن المدربين الافارقه واحسن المدربين في العالم، ومحطوط في كافه الموسوعات انه ابرز 20 او 30 مدرب على مدار التاريخ، واحسن مدرب في افريقيا على مدار التاريخ. حصل على 3 بطولات افريقيه متتاليه. فاعتقد ان احنا في نادي الزمالك ما كناش هنلاقي لا افضل ولا احسن ولا اقوى ولا اجمد من الكابتن حسن شحاته. اكيد طبعا. محمد شمعون ده برضو من السودان، بيقول كل سنه والجميع بالف خير، بما ان الزمالك لديه ضائقه ماليه، ليه التعنت في بيع شيكابالا؟ شيكابالا من اصول نادي الزمالك، من راس مال نادي الزمالك. ازاي نادي الزمالك يبيع اصوله يعني؟ هل من الممكن او من المفروض او من المفترض ان حد يبيع اصول بيته، اساس بيته هيقعد على الارض؟ اعتقد ان شيكابالا ده في الجيل ده هو رمز للجيل ده ورمز لنادي الزمالك ومن اصول نادي الزمالك ومن المقومات اللي احنا بنعدها لفرقه قويه تكسب البطولات الفتره الجايه، وخاصه ان الزمالك بيلعب في بطوله افريقيا و2 كاس مصر، كاس السنه اللي فاتت والسنه الجايه والدوري العام. اعتقد نادي الزمالك عنده بيشارك في مجموعه من البطولات القويه السنه الجايه. طبعا هو لا جدال اكيد على موهبه يعني. شيكابالا طبعا انه احسن لاعب في مصر في الفتره الاخيره، لكن حتى بقيه رساله الاستاذ محمد شمعون بيقول ان هو محتاج ترويض وسيطره، واكيد ده هيقدر عليه الكابتن حسن شحاته. الصوره البشعه ديت اللي الاعلام بيطلعها، لعيب عادي جدا، نجم زي بقيه النجوم، سنه صغير وده امر طبيعي ومنطقي، بيغضب وبيفرح عادي جدا. ترويض احنا مش في جنينه حيوانات، يعني ده انسان وبيتعامل بمعامله الانسان، واعتقد ان كابتن حسن شحاته واخد على معامله النجوم. بلاش نقول كلمه ترويض، نقول احتواء. يعني الكابتن حسن شحاته هيكون قادر على احتواء شيكابالا وانفعالاته وتوجيه كل تركيزه. يا استاذ عصام، شيكابالا لو ركز في الملعب بنسبه يعني حتى 70% من موهبته هيبقى اكثر من رائع، هيبقى لعيب عالمي. بصي فهو اعتقد ان هو كابتن حسن شحاته هتكون مهمته مع شيكابالا تركيز موهبته لمصلحه الفريق ولمصلحه الملعب. بصي عايز اقول لحضرتك حاجه، الكابتن حسن شحاته واخد على معامله النجوم لانه كان مدرب منتخب 6 سنين يعني. فهو مساله التعامل مع النجوم هو اكيد
يعني متميز فيها. وهو كان نجم. يعني عايز اقول حاجه، المدرب لما يكون نجم وهو لاعب ونجم وهو مدرب، دي صفات طبعاً. مش من السهل او مش كتير بيحظى بيها. فكابتن حسن شحاته كان نجم وهو لعيب ونجم وهو مدرب. فتعامله مع النجوم اعتقد ان هو عارف طريقه المعامله كويس جدا. تمام. طب عمرو زكي ايه اخباره وميدو ايه اخباره؟ عمرو زكي تم احتواء الازمه ببساطه جدا. هي كانت ايه الازمه؟ هي كانت نواحي ماليه ما بين اختلاف في عمليه الصرف يعني. فاعتقد ان مجلس الاداره في اجتماعه الاخير طلع له شيك بمبلغ كبير ان شاء الله هيحصل عليه بعد العيد، وان شاء الله هو مسافر يوم السبت برضه مع الفريق وبينزل التدريب ولعب الماتش الودي اللي فات وجاب جول وحاجه ممتازه جدا. طب بالنسبه لميدو؟ ميدو نفس الشيء. هل فعلا بدأ وزنه ينزل؟ لان دي كانت مشكله. هو لعيب محترف وفاهم امتى يعني يركز في التدريب وامتى يعرف يخسس نفسه وامتى يعمل عمليه انضباط في عمليه التدريب. لا ميدو ما يتخافش عليه لانه احترف في اكتر من 6 أندية واحترف فتره طويله من حياته الخارجيه، فعارف يعني ايه الاحتراف ويعني ايه التدريب ويعني ايه المباريات الرسميه والمباريات الوديه. لا ميدو محترم، لعيب محترم جدا 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 وعارف عيشه الاحتراف ازاي. طب الاستاذ محمد عواد بيقول ليه الاعلام مش مركز مع المنتخب الاولمبي؟ يعني هل فعلا احنا مش مهتمين؟ عشان خلاص خرجنا الامور محسومه والمباريات تحصيل حاصل. احنا بنلعب بالمنتخب الاولمبي علشان نكسب خبرات للعيبه الصغيره دي، لان احنا اللعيبه دي اللي هتطلع بعد كده للمنتخب الاول وهي اللي هتخوض البطولات القويه والتصفيات كاس العالم وتصفيات افريقيا بتاعت 2018. احنا في موضوع مهم جدا لازم ناخد راي مشاهدينا، والحقيقه يا استاذ عصام الاسئله كتير جدا وفي نفس السياق مشاهدينا متواصلين معانا بشكل رائع. احمد الشيخ مصطفى حسني عايز ان الماراثون بتاع 9/9 اللي في اسكندريه حضرتك تنشره على موقع الزمالك، فاكيد لما هتتاكد من الخبر يبعتوا التفاصيل واحنا برضو الناس بتتكلم قوي في فكره التسويق ومنظومه التسويق في نادي الزمالك، فيا ريت تطمنهم اكتر يا استاذ عصام. اطمنهم اكتر ان الاستاذ زهير عمار تولى مستشار مجلس الاداره لشؤون التسويق والعلاقات العامه. الاستاذ زهير عمار دلوقتي بيحط الخطه العامه لعمليه التسويق جوه نادي الزمالك، وهيولي المسؤوليه دي لبعض الناس الخبراء اللي هو مسؤول عنها. والاستاذ زهير عمار يعني خبير تسويقي معروف، اسم كبير جدا طبعاً. لا غير ان هو اسم في عالم التسويق كبير، محاضر دولي في التسويق سواء في افريقيا او في المنطقه العربيه، وهو مستشار تسويقي لاكبر شركات في مصر وفي العالم العربي. واعتقد وهو كان لعيب طايره في نادي الزمالك سابقا، فاعتقد انه مكسب كبير لنادي الزمالك ومكسب ليه ولينا تمام ان احنا يتولى المسؤوليه يعني. نتمنى له كل التوفيق طبعا، لان ده مهم جدا وده فكر المستقبل، لانه الزمالك اسم كبير لازم يتم استغلاله ويكون في احسن مكان دايما ان شاء الله. الاسئله كتير والتعليقات معديه لاكثر من 100 تعليق، فطبعا احنا مش لاحقين لان موضوع مهم جدا لازم ناخد راي حضرتك فيه استاذ عصام في دقيقه، لانه الدوري الجديد والموسم الجديد و19 فريق ومجموعه ولا مجموعتين، وراي نادي الزمالك ايه؟ بص حضرتك، احنا في نادي الزمالك الراي كان صريح وواضح من البدايه ان الموسم اللي بدا في ظل لوائح معينه كلهم متفقين عليها تنتهي بنفس اللوائح. احنا مش مساله عواطف، هي المساله مساله جاده، مساله لازم تترجم على ارض الواقع، ان لازم يتفعل القرارات اللي تم يعني اتفاق عليها في بدايه الموسم. ما ينفعش في وسط الموسم امشي بلوائح وفي اخر الموسم امشي بلوائح وفي بدايه الموسم امشي بلوائح. ده الكلام ده يعني الفوضى، زي ما في فوضى اعلاميه وفوضى امنيه وفوضى في الشارع المصري، في فوضى في اتحاد الكوره، ولكن برضو للاسف الشديد ما حدش بيسمع. طب لو طلع نظام من الدوري مجموعتين هنعمل ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ ننسحب؟ ما انا مش عارف. طب ما هو انا سمعت يعني ان الاهلي رافض المجموعتين والاسماعيلي رافض. طب ما هو دلوقتي والصحفيين والاعلام والدنيا كلها رافضه، لكن مين بيسمع ومين بيوافق ومين بيتفق؟ احنا نختلف بس. احنا عايشين عشان نعترض ونختلف. ان المصلحه هي مصلحه الكره المصريه، يعني مين اللي يقول مجموعه او مجموعتين على اساس كويس ايه؟ هو فين المصلحه؟ هي من امتى المصلحه هي اللي بتسود ومن امتى المصلحه هي اللي بتفرض نفسها على اي حاجه في الدنيا عندنا هنا في مصر؟
سواء في الاعلام او في بيقولوا الكوره. انه 38 اسبوع ده هيكون اجهاد كبير قوي على اللاعبين. طب مين اللي عمل 38 اسبوع؟ مين اللي خلاهم 19 نادي؟ مين اللي لغى قرار الهبوط وكانوا هيبقوا 20 ومفترض يكونوا 22 كمان عشان نرضي الانديه اللي هي المفترض طب كانت ليه ما بتلعب؟ يكونش 40 بقى؟ وناخد اللي في الدرجه الثانيه كلهم. لا ده يعني ما انا بقول لك انفلات برضو في اتحاد الكره زي بقيه الانفلاتات اللي احنا بنعيشها. اعتقد ان الامور مش منطقيه، واضح ان ملهاش كبير. ما حدش يزعل مني، الموضوع كل ما يطلبه المستمعون. هو ده مطلوب المستمعون فعلا. يعني اي نادي عايز حاجه ممكن يعمل مظاهرات ويروحوا في اتحاد الكوره او يعملوا في النادي بتاعهم فوضى. اتحاد الكوره يوم الاسبوع اللي فات، اليوم الاثنين اللي فات، من جماهير نادي المنصوره اللي بتطالب ان فريقها هيكون في الدوري الممتاز. يعني فعلا فوضى. يعني هي مش منصوره بس، والترسانه والاتحاد واي نادي. والسنه الجايه ممكن يكون فيه هبوط، ان الانديه برضه تختلف وتعترض الحل ايه سريعا جدا يا استاذ؟ باختصار شديد نرجع للوائح اللي نظمت المسابقه. نحترم لكل الناس ونحترم الافكار والاراء لان وما يزعلش الاتحاد وما يزعلش اي نادي هابط، الا ان دي اللوائح. طب ما المحله نزلت، ما حدش نزل بقى وتظاهر. المنصوره نزلت قبل كده، ما حدش برضه عمل مشاكل. الترسانه نزلت، انديه كبيره محترمه وجماهيريه احترمت القرارات وانصاعت للوائح. انا اعتقد ان احنا لازم احنا في القرن 21، ده احنا عدينا منه 11 سنه. تمام. استاذ عصام الحسن رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك، كل التوفيق لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. بنشكرك على وجودك معانا النهارده، ويا رب كل مصر دايما في خير وسعاده وسلام ان شاء الله. صحه وسلامه. شكرا جزيلا. نتمنى مشاهدينا تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده في صفحه الرياضه. بنعتذر لكل المشاهدين، والتعليقات كتير جدا على صفحتنا على الفيسبوك. تواصلوا معانا بكره ان شاء الله في اسره جديده وصفحه رياضيه جديده. الى اللقاء.